تصدقي العيش ده معمول في الحلة؟ لو ما عندكيش فرن وعايزة تعملي عيش صحي في البيت بطريقة سهلة، النهاردة هقولك على فكرة خطيرة هتحولي بيها الحلة العادية لفرن، وكمان هتعملي أحلى عيش غلة صحي وطري. شايفين كده العيش وجماله؟ مش معمول في الفرن خالص، لكن معمول كده في الحلة. بصوا الجمال، بصوا لي منفخ كده ومفتوح من بعضه، مفيش ولا رغيف مسك في التاني. فضلا وليس امرا، لو ما تعرفوش قناتنا منوعات اسره بسيطه مع سماح هتعمل لكم كل حاجه تخص البيت والاسره والفروجات. اللي ما تابعناش يتابعنا وياخد كده فكره كده من القناه، ولو عجبتكم القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان نعمل لكم كل جديد. تابعي معايا الفيديو للاخر، هقولك على شويه اسرار وتريكات تخلي العيش بصي ينفخ معاكي كده من اول رغيف لاخر رغيف وفي قلب الحله. حتى لو ما عندكيش فرن هتعملي احلى عيش صحي في البيت لولادك، بتبقوا كده تاكلوا وتنبسطوا بيه وتدعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم. بسم الله والصلاه والسلام على اول رسول حاجه الله. هنسمي الله كده. جبت كوبايتين دقيق من اللي هو بتاع الغله دوت، او هتجيبي دقيق اسمر، او لو انت عايزه تعمليها عادي بالدقيق الابيض الفاخر عادي. هحط كده الكوبايتين، هعملهم برضو كده بالمنخل بتاعي او بالمصفى علشان خاطر لو في اي شوائب اي نخاله زياده تطلع معايا. وبحط عليهم معلقتين من الدقيق الفاخر. لو انت حاطه دقيق اسمر او دقيق غله بحط معاهم معلقتين كده من الدقيق الفاخر عادي علشان خاطر يحسن لي من قوام العجينه معايا. هبتدي اقلبهم مع بعض كده واخلطهم كويس، وهحط لهم رشه ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهحط معلقه صغيره خميره لان انا عامله كوبايتين يا دوب، وزيهم سكر، وهقلبهم كويس مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهحط رشة من البيكنج باودر علشان تساعد ان العيش بتاعي ينفخ. ده السر كده من اسرار ان العيش بتاعك كله ينفخ، مفيش رغيف يلزق في بعضه. ومعايا هنا حوالي كوباية الا ربع مية. انا مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، انا هعجن بالتدريج. هنشوف هي هتاخدهم كلهم ولا لا، كل واحد حسب الدقيق اللي بيعجن بيه، وحسب برضو نوعية الدقيق الغلة اللي انت بتستعمليه، او دقيق اسمر بتفرق يعني من دقيق لدقيق. بنزل كده بالراحة وبعجن. انا ما حطيتش اي ماده دهنيه خالص لان ده عيش احنا عايزينه يبقى صحي، فبنحط يا دوبك هي الميه والخميره والبودر والملح والسكر. ببتدي اعجن كده العجينه بتاعتي، هي بتبقى طريه مش بتبقى يابسه. بفضل اعجن فيها، كل ما تعجنيها وتخدميها كل ما تبقى معاكي افضل. انا بالنسبه لي العجين بتاعي اخد كميه الميه كلها. ما تنسيش الكام هبده بتوعنا دولت اللي بيخرجوا الجلوتين بتاعها. بصي هي بتلزق بس مش بتلزق في ايدك. ببتدي كده اكورها مع بعضها كده والمها جوه الطبق، وببل ايدي بشويه ميه وامسح بيها الوش عشان خاطر ما ينشفش معايا. بغلفها كده بالميه، بغطيها بقى باي كيس وحته قماشه دافيه علشان خاطر تخمر معايا. بسيبها كده من حوالي نص ساعه لساعه الا ربع، لان احنا في الشتاء والجو برد. بسيبها لغايه ما تخمر. ما شاء الله خمرت معايا. بجيب بقى النخاله دي رده، بتجيبيها من عند الراجل بتاع الدقيق والمخبوزات يعني. بتقولي له انا عايزه رده ناعمه لان انا هخبز بيها او هعجن بيها، يعني عرفيه ان انت هتستعمليها في الخبيز او في العيش عشان ما يديكيش اللي هي الخشنه بتاعه الشوي السمك. عرفيه ان انت عايزه اللي هي الناعمه، اللي هي النخاله الناعمه او الرده. ببتدي اكورهم كور حسب حجم العيش اللي انا عاوزاه، وببتدي اغطيهم علشان خاطر اسيبهم يخمروا. لان مطرح ما انا كده يعني عملتهم القرص ديت او كورتهم الكور، خرجت كده الخمير منهم، فبغطيهم كده باي كيس وفوطه علشان خاطر يخمروا معايا. وبسيبهم برضو حوالي مثلا ربع ساعه لحد ما العجينه بتاعتي ترتاح وتخمر تاني. بجيب بقى النخالة ديت وباخد كده اول رغيف انا كنت عملته كورته، وبفرده وبرش على الوش دقيق علشان خاطر يطلع معايا يكون صحي، والدقيق من الوش عشان خاطر ما يلزقش معايا في البلانش. احاول وانا بفرد اقلب على الوش ده شويه والوش ده شويه، واخلي للرغيف بتاعي كده سمك علشان خاطر لما اجي اعمله ما يبقاش خفيف زي العيش الاستراتيجي او اللي هو الخفيف. يعني ده يبقى فيه كده، يبقى ملحم معايا شويه، يبقى حلو ومشبع. زي ما شفتي بحط النخالة وعلى الوش بحط دقيق،
وبقلب على الوش ده شويه والوش ده شويه، وابتدي انفض كده الرده منه علشان لما اجي احطه في الحله ما يشطش معايا او يتحرق يعني ويبقى ريحته مش حلوه. زي ما انت ممكن تفرديه طويل كده زي الشقه، ممكن تفرديه مدور براحتك خالص، بس اهم حاجه على الوش ده مره وعلى الوش ده مره، ما تفرديش من وش واحد فيطلع من وش خفيف والوش التاني يبقى تخين كده وفيه لبابه كتيره. طريقه سهله خالص وبسيطه. حاولي على قد ما تقدري تنفضي كده الرده منه وتغطيه وتحطيه بفوطه وتغطيه بفوطه تاني برضو عشان ياخد. بسخن بقى الحله بتاعتي وابتدي انزل كده بالعيش واقفل عليه الغطا واعد حوالي 10-15 ثانيه لحد ما يبتدي يشمع من الوش، وبعدين اقلبه على الوش التاني. هبص الاقيه يبتدي كده ينفخ معايا. بصوا كل ما انت بتغطيه الهوا كده بيكمره، بتبتدي تحسسي كده بالسباتيولا اللي معاكي لو في اي خرم ممكن وارد من ايدك وانت بتحطيه، مثلا تكوني خرمتي فيه حته، دي اللي بتمنع ان هو ينفخ معاكي. يعني ده السر من اسرار ان الرغيف بتاعك ما ينفخش، ان انت تدوري كده لو لقيتي فيه اي خرم بيبتدي تسديه. بصي اول ما انا اتكيت على الحته دي بدأ ينفخ تاني اهوت، فدي انا عرفت ان مثلا هنا في خرم. واهم حاجه تمسحي كده بمنديل من بتاع المطبخ الحله بتاعتك علشان اي رده فيها ما تتحرقش وتخلي العيش بتاعك ريحته زي المحروق. برضو نفس المنظر، بحط الرغيف واسيبه 10-15 ثانيه وابتدي اقلبه على الوش التاني، افضل كده اقلبه واغطيه اقلبه واغطيه. شوفي في ثواني بدأ برضو ينفخ معايا. طريق جميل وهش في نفس الوقت، ما فيهوش اي لبابه من جوه، وصحي طبعا لان الدقيق الغله بيكون صحي اكتر. بصي بصي على الكور بقى، بصي الجمال، ما فيهوش ولا لقمه مسكت في التانية. زي ما قلتلك انت كده بتدي بالسباتيولا اقلبيه في وش والظهر وابتدي شوفي كده لو في حته اضغطي عليها هتبصي تلاقيه ينفخ معاكي. بصوا الجمال، بصوا الرغيف ما شاء الله، ولونه كده وردي مستوي من فوق ومن تحت من كل الجوانب، لونه كمان جميل وذهبي. حط واحد تاني نفس التكنيك برضو 10-15 ثانية وابتدي اقلبه على الوش التاني. بصي حسيتي كده بالسباتيولا بتاعتك عليه، الضغطة دي بتخلي الهواء يمشي فيه كله. بمسح برضو، ما ننسوش المسحة بتاعت الردة دي. عايزة اقولك ان من اول رغيف لاخر رغيف ما فيهمش رغيف ما نفخش معايا. معلش الكاميرا كانت عاملة زوم قوي ما كنتش واخدة بالي. بصي بصي هو بينفخ لوحده كده. حاولي تساعدي كده الهواء انه يمشي فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النار يا جماعة متوسطة، لو انت بوتاجازك حامي قوي يعني خليها تبقى متوسطة، بس ما تعمليهاش هادية قوي علشان خاطر ما يعجنش معاكي وما يستويش. يعني احنا عايزينه ياخد كده صهد. بصي الرغيف فتح من بعضه ازاي. طبعا كمية الدقيق دي حسب مزاجك وحسب انتي وقدرتك او الوقت معاكي. انا عملت كوبايتين على اساس كنت مستعجلة وعايزة اوريكم الفكرة في نفس الوقت، وانا بحب الحاجة تبقى عندي طازة بطازة. يعني انت ممكن تعمليه بالليل في السهرة كده قبل السحور، تسحروا بيه وهو سخن كده ولسه منفخ زي ما انت شايفة كده الجمال. والله ولا احلى فرن، ما اخدش وقت على فكرة. يعني انت هتعجنيهم عقبال ما تصلي مثلا او حاجة وترجعي تلاقيه خمرهم، هتبتدي تقطعي وتخبزي، هتبصي تلاقي معاكي قبل السحور كنت مطلعه الجمال ده، ما فيهوش ولا رغيف. بصي انا عايزه بصي اوريكي، بصي الجمال، بصي الرغيف يعني بصي كله مفتوح من بعضه. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا.